حتى انسحبوا الذهبية 4 حمرات سحبوا جوا. طلع احنا ثاني باب لقينا الدواعش ماخذينه. نزل علينا واحد، الواحد من آل بعلوان قال احنا آل بعلوان طلعوا ولكم الامان، راح نجزيكم صلاح الدين وكل من يروح لاهله. بقينا نمشي، صار العدد المسافه هوايه يعني رافقتوه هذا اللي تقول انه من آل بعلوان لما انطاكم الامان رحتوا وياه؟ احنا بعد طالعين، هو جاي يمشي ويانا. طبعا بالنسبه لصلاح الدين ما بيهم واحد متفرج، المتقدمين علينا تقريبا بيهم 20، والمنا ومنا كاظين السواتر بالاحاديات البيكامات اللي هم يسمونها اعذاري حذر السواتر، آلاف مؤلفه مال المحافظه كلها. والمتقدمين قدام التليفونات والتصوير عدد بسيط. وصلنا ذولا اللي ذكرتهم انه اللي ما متفرجين اللي يعني جالسين على الاحاديات، ذولا يعني طالعين نصرتكم لو ضدكم؟ ذولا ضدنا، وذولا حصرا صلاح الدين، لا سوري ولا اجنبي ولا بريطاني. وانا لقيت بالمسيره هاي واحد كان ويانا بالحمايه، لقيته هو احد الدواعش بدون ما نذكر اسماء، ما اذكر اسمه. فمن طلعنا اجت جهه ثانيه يسمونهم آل بناصر، احنا كنا ما نعرفهم. نعم، هسه آل بعلوان وآل بناصر. اول ما استقبلونا آل بعلوان استقبلونا آل بناصر، صاروا ويا من ويا آل بعلوان. بدينا نصعد الشارع فضبوا علينا الحكي، قاموا البعيد يطقونه، اللي يريد يشرد يزلف منا يرمونه يكتلونه بمكانه. يعني صارت امامكم يعني من الجنود اللي معاك انه احد حاول انه يطلع من هذا المكان وتم رميه امامه؟ عندي جماعه 2 اللي هم محمد هاتف وعمار من اهل دياله، ذولا طلعوا مسافه يابا صحنا لهم تعالوا ورجعوا مشوا ويانا. فعلى بعصاحلهم ما سمعوا لان وضع متخربط، السيارات حارقينها، البيوت حارقينها، اسعافات هم صاعدين، الرمي عشوائي جاي يرمون، وضع مو هادئ، وضع الامه محترقه به. فرماهم على بعد رماهم. فاحنا صرنا طبقه واحده جاي نمشي وضبوا علينا الحكي هم وجاي نمشي. وصلنا تقريبا للاقواس، والله اجتنا جهه تعاركت ويذول احنا ما نعرفهم، يا هذا ويا هذا ويا هذا. الجهه قالت له احنا ذولا احنا نتولاهم وانتم تطلعون، اما تصيرون ويانا واما انتم ناخذكم حالكم حالهم. اللي يعني هم حصص راح تصير، يريدونها حصص. ايه نعم. آل بعجيل اللي تولوا الامر آل بعجيل. بعدين اخذونا هم قعدونا مقابيل قادسيه، واللي استمثلوا للامر مالتهم آل بعلوان وآل بناصر لا آل بعجيل، صاروا القاده. قعدونا تقريبا بالقادسيه مقابيل القراج، ورجعوا سيارات اللي هي قلابي والقلاب الثاني وكيات 2، واحده نيليه واحده بيضاء، جاي يصعدون بيهم. قالوا كل من يقطف تليفونه والفلوسه ومستمسكاته بعد ماكو هذا الحكي، قالوا احنا راح ناخذكم. بدوا هم الدوره يحصلون هاي سياره محمله جنود، هاي شو اسمه العدد كله جاي ينقلون بالعدد. يعني بدوا يجزئونكم مثلا كل مجموعه يصعدوهم مثلا بسياره يتم نقلها لجهه مجهوله، يعني ناس ما تعرف بناس وين رايحه، جهه مجهوله. نعم. بس هم يعني بهاي نص بهذا الجهه، نص على جهه القصور، نص يعني هم مو كلهم ودوهم للقصور. نعم. لان هو عدد هوايه. القصور انا دخلتها باجتماع وهي القاده، القصور ما يكفي لهذا العدد 4000 فوق ال 4000، فجزوه على الدوائر الدوله. طبعا هم اي دائره مال دوله حرقوها. نعم. هسه احنا اللي يخصنا بالموضوع يخصنا موضوعك انت. لما بدأوا بالتجزئه انه كل مجموعه خذوهم بسياره لجهه مجهوله، انت ويا اي جهه؟ وش قد عددكم كان؟ احنا كنا قاعدين تقريبا قبل الاخير. نعم. يم المنتصف. فصارنا راي نطلع نطفر، يعني احنا شفنا روحنا يعني مجازفه هذه. مجازفه، واحنا 4 نفرات، 2 من الناصريه وواحد حله وواحد ديوانيه. نعم. احنا الحمايه. صارنا راي بعد وين نروح؟ بعد ما ابي اذا صعدنا بالسياره ذولا راح يذبحونا. هاي محاوله اخيره.
احنا قبل من طلعنا ايش ما نطلع على جهه ترجعنا المدنيين والعشائر يصيحون ورانا الرافضه ايرانيين، جماعه المالك الرافضه ايرانيين، اي جهه نطلع لها وهذا يصيح انا. يعني الاهالي المناطق السكنيه اللي مريتوا عليها كانت مأيده اقتيادكم؟ هم ما بيهم، هم كلهم ويا الدوله هاي الدواعش. نعم. ويا الدواعش ما بيهم شريف، من ابو 5 سنوات عمره للشايب. يعني هذا قاطفنا حصو، وهذا مكرم سامع قاطفنا نعود، هذا يصيح علينا، هذا يغلط علينا. اي جهه انت هسه تقدر احتمال اذا بس دواعش تقدر تخلص من عندهم، طب لك بدربونه بشارع، فهم الاهالي اهل صلاح الدين ما يستقبلوكم، ما استقبلونا. نعم. فبقينا احنا طفرنا وين؟ للجراج. نعم. بالجراج لقيت 4 سيارات بالجراج، احنا 4 نفرات. لقيت واحد يصيح بغداد عنده شارجر، قال لي وين تروح؟ لا لحظه، انت يعني لما نزلتوا من السياره احنا بعدنا ما صاعدين بالسياره، جاي يصعدون نعم. بهاي السياره الكبيره جاي يصعدون بالجنود. طبعا هم يدقون علينا بحيث الاخير يصعد على ذولا ويصعد على السياره، وانا هاي عندي اثار الدق مالتهم. نعم. يعني هاي يضربونك برجلك على مود تصعد انت الدور على ذولا على رؤوسهم لما تصعد على السياره. نعم. فاحنا من طقونا وجاي يصعدون بينا قاموا، حتى القاعدين قاموا، المتفرجين مال المحافظه هواي، عدد هواي، يعني غطى هذا العدد. فاحنا قبل لا نصعد بالسياره احنا ذول ال4 كنا قاعدين سوا وقررنا انه نطفر. بعد احنا صعدنا بالسياره نموت وطفرنا نموت. نعم. خلنا نسعى بعد بركي نطلع. نعم. طفرنا صرنا وين متفرجين عدد هوايه. حد انتبه لكم من المتفرجين؟ ما حد انتبه لنا. لمن وين المتفرجين دخلنا الجراج. انتوا يعني لابسين مدني؟ لابسين مدني. الجراج تقريبا 200 متر علينا بصف شارع الجراج. دخلنا لقينا به 4 سيارات. نعم. شارجر وسوبر هيجي واقفه لونها احمر بابيض، تاكسي. نعم. فاتحه بنيته عاطله ويوغن واوباما. نعم. وبالشاجر قال بغداد، قلت له اطلع بغدادي نطلع 4. قال لي ايش قد تعطوني مليون، لان هو كانت كروته 40,000. قلت له اطلع بمليون. قام يضحك يستهزئ علينا. نعم. لا اخذكم الكركوك. احنا ما ردنا نروح الكركوك، يعني نريد نروح باتجاه هن. نعم. قلت له لا ما نروح الكركوك. بعدني اسولف وياه والدواعش دخلوا للجسمه. واحد من المتفرجين بلغ علينا. نعم. قال له اكو جنود دخلوا للجراج. نعم. بعدنا اسولف وياه والدواعش دخلوا علينا. جماعتي وين واقفين بالباب. من وقفوا بالباب اكو سياره رافعه بنيته اللي هي هاي التاكسي، يمها بطل وصونده، قضيت البطل وصونده وارتكيت عليه. فقبل اجت جماعتي قال له المن جاي لهنا، قال له اريد اروح لهنا. قام يسحبه يكضه من ورا يرميه ويرجع للثاني برا السياج. طلع رجع علينا، من كتلهم رجع علينا قال يا ولد انتم اشتغلوا براحتكم، والله اللي لقينا وياكم رافضي نذبحكم انتم وياه. بالنسبه بس انا وياهم رافضي، انا اعتبرت الحكي متوجه الي، بس هم ما يعرفون بيه. لا ذولا طبعا هم ارتبكوا جماعه الخطوط اللي هم جماعه اكثريه السواق يمكن من اهل كركوك، لان الدواعش وكركوك ما عندهم اي مشكله. خليتهم وطلعت اكو يعني اصدقائك اللي وياك تم قدام عينك. ايش قد اللي تم قتلهم؟ 3. واحنا طلعنا 4، انا الرابع. 3 قتلهم. يعني 3 قتلهم وانت بقيت الوحيد؟ بقيت كاظ الصونده والدبه ومرتكي على السياره، يعني ذا يتنوع لي هذا صاحب هاي السياره. يعني هو سائق السياره. فهمتك. نعم. فمن طلعوا مشوا انا صار لي راي بعد وين اروح؟ لا اقدر ارجع على ذولا يحملون بيهم، والمحافظه مشتعله، البيوت حرقوها، يطلبون ثارات قديمه. زين، بهاي الاثناء واصدقائك ال3 انقتلوا امامك، وشوف انه الجو كان يعني جدا مربك وقتل عشوائي، والنداء توجه لك انت كرافضي ولانك من الجنوب ولانك شيعي، هنا صار بداخلك انت شنو اللي اجى ببالك؟ والله اجى ببالي راح تنجي، راح تطلع بمعجزه لو قلت انه هاي هي النهايه. بالنسبه انا من شفت هاي الحاله، انا بالنسبه ما اعطيت نسبه 1% انه انا ظل عايش. بس انا الحمد لله والشكر طلعتني ام البنين. نعم. انا حتى من قمت من 1700 قريت سوره الفاتحه لام البنين تسهيل امر. نعم.
اكيد اهل البيت هم اللي حافظين العراق وحافظين اهل العراق الطيبين. نعم، هسه انت بالجراج قتلوا اصدقائك الثلاثه، بعدها شنو حدث؟ بعدها من طلعوا هم صار لي راي انا اطلع اخلي المكان، لان هذا بالتاكسي انا قلت له اريد نروح لبغداد وعرفنا هو. عرفك انت من الجنوب. من الجنوب. طلعت من الجراج، اكو بيت مقابل الباب مال الجراج. باب مال سياره وباب صغير. نعم. الباب الصغير مسدود نص سده. يعني بدون استئذان. نعم. دفعته ودخلت. لقيت ولد يمسح له بفلاونزه بيكم. من دخلت عليه نز. قال لي شنو انت؟ قلت له انا دخيل. قال لا بالله عوذه انا ما احمد دخل. عوذه. قلت له بالنسبه لي انا ما اطلع. شوف الرد اللي عندهم وشوف الرد اللي عندنا لما يجينا احنا ضيف، حتى لو كان مو من ديانتنا، مو من قوميتنا، مو من جنسيتنا. نعم. قلت له انا بالنسبه ما اطلع ولا اريدك تضمني، ما اريدك تضمني، انا اصلا اريد اطلع خارج المحافظه، بس انا ما اطلع من بيتك بشرطين. شرط اول بدايه لا تعلم علي من اطلع، وشرط تعطيني ملابس لانه انا اريد اعيش المنطقه. نعم. قال لي ملابس، هو شلون انه بس يريد يخلص من عندي قلت له اريد شماغ وعقال ودشداشه. راح جابالي بس يريد يتخلص من عندي. جابالي شماغ وعقال ودشداشه. انا بعد من لبست الشماغ والعقال انا يعني من صرت وياهم احكي اللغه مالتهم البدويه. فانا بعد اي مشكله ما عندي يصير مشكله بس بشغله المبيت. كلامهم احكيه ومناطقهم اندلها. بعدين طلعت